السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير دايما ان شاء الله. متابعتنا النهاردة خاصة بالحادث اللي وقع خلال مباراة الاهلي والاتحاد السكندري في كاس السوبر لكرة السلة من حوالي ساعة تقريبا. واثناء المباراة حدث انهيار في جزء من المدرج الخاص بجماهير الاتحاد السكندري. الانهيار ده او انهيار السور الحديد الخاص بالمدرج تسبب في اصابة حوالي 20 شخص او اكتر. زي ما احنا شايفين اللقطات اللي قدامنا دلوقتي، بعد الانهيار مباشرة حدثت حالة من الهرج والمرج داخل المباراة، فكان القرار بإلغاء مباراة نهائي سوبر السلة ما بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري. طبعا زي ما احنا شايفين لقطات صعبة، وطبعا انتقل على الفور العديد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين. طبعا ربنا يشفي الجميع. المباراة كانت مقامة في صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر. جماهير الاتحاد السكندري كانوا منتقلين لمقر الصالة، كانوا متجمعين وطبعا بيشجعوا فريقهم زي ما كنا شايفين بكل حماسة. لكن اللي حصل انهيار جزء من المدرج او السور الحديدي الخاص بالمدرج، وطبعا تم نقل المصابين لتلقي العلاج في عدد من المستشفيات. ربنا يشفي جميع المصابين. دي كانت متابعتنا النهارده، متابعة خاصة بحادث انهيار مدرج جماهير الاتحاد السكندري أثناء مباراة الاتحاد والأهلي في كأس السوبر لكرة السلة. الحادث اللي تسبب في إلغاء المباراة، ولم يحدد طبعا الميعاد القادم للمباراة النهائية. طبعا الحادث اللي زي ما قلنا تسبب في إصابة حوالي 20 شخص أو أكتر، ربنا يشفيهم بإذن الله. دي كانت متابعتنا النهاردة. متابعتنا مستمرة معاكم بإذن الله، متابعتنا في كافة المجالات، متابعتنا لكل شيء يهمكم على مواقع التواصل الاجتماعي، في مواقع الأخبار، وفي أي مكان بإذن الله هتلاقوه موجود هنا على القناة. ما تنسوش تشرفونا بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نشوفكم على خير في متابعات جديدة بإذن الله، والسلام عليكم